الخير. وحشتوني جدا. جايين النهارده في الريفيو المنتظر، الريفيو المجمع. زي ما انتم شايفين المجموعه كامله متكامله قدامكم. ايه المجموعه دي؟ المجموعه ديت كل اللي شافها في الفيديو بتاع المشتريات كله كان عاوز الريفيو، وانا قلت لكم بس سيبوني اخد وقتي ونطلع نتكلم ونقول كل ايه، ونطلع نقول كل حاجه مع بعض. طبعا اللي مشرفنا ونورنا اول مره، اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني في قناتي المتواضعه. مبسوطه جدا ان القناه كل يوم بتكبر بيكم. ويا ريت بس اللي مش مشترك او بيتفرج من بره، انا شايفاك اهو، دوسي على زرار اللايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان يوصل له كل الاشعارات اول ما انزل اي فيديو. واللي مشرفنا ونورنا عارف ان انا صاحبة بشرة دهنية، فأنا مهتمية أكتر بكل المنتجات بتاعة البشرة الدهنية والبشرة الحساسة، البشرة المعرضة للحبوب. يعني دي أهم حاجة أو أهم المواضيع اللي احنا بنبقى مهتمين بيها وبنتكلم فيها. فكان من ضمن الحاجات، بما ان احنا بقى في الصيف فداخلين وعايزين ايه، روتين قوي حلو كده للبشرة الدهنية. فكان من ضمن الترشيحات اللي الدكتوره بتاعت الجلديه هي اللي بتكتبها. خلي بالكم المجموعه دي دكاتره الجلديه هي اللي بتكتبها. المجموعه بتاعت ديرما اكتي كلير، المجموعه الخضراء زي ما بيقولوا يعني، او المشهوره بالمجموعه الخضراء. المجموعه دي بتتكون من 4 منتجات، الاربعه انا جبتهم حطيتهم تحت الاختبار، وواضح طبعا ان انا مخلصاهم، وهنتكلم عنهم عن كل منتج على حاجه. اول حاجه هنتكلم بيها هي الغسول. مبدئيا ديرما اكتيف شركه مصريه 100%. طيب الغسول ده حجمه 200 مللي، واضح طبعا ان انا مخلصاه وكل اللي فاضل فيه الشويه دول. مكتوب عليه ايه؟ جنتل كلينزنج فومينج جيل، ومكتوب عليه اللي هو الاويل سكين انساين كير، يعني دي للمجموعه بتاعت البشره الدهنيه والبشره المختلطه. فيعني ديت لا البشره العاديه هتنفعها ولا البشره الجافه هتنفعها، دي للبشره المختلطه المايله الدهنيه والبشره الدهنيه الصرف. الحجم زي ما قلت لكم الحجم بتاعه 200 مللي. من اهم المميزات والمواد الفعاله اللي موجوده في الغسول دوت هو الساليسيليك اسيد. وما ادراكم ما الساليسيليك اسيد؟ اهي اول حاجه الساليسيليك اسيد. يعني الساليسيليك اسيد دوت من اهم المواد الفعاله النشطه اللي بتشتغل على الحبوب، اللي بتعمل على تنظيف الداخلي العميق للبشره الدهنيه اللي معرضه للحبوب. فحلو جدا جدا جدا. طيب الغسول دوت عايزه اقول لكم كمان ان هو فيه جلايكوليك اسيد، يعني فيه كل المواد المقشره والمواد الفعاله. خلي بالكم هو فيه مواد كتيره بس انا بركز على المواد المقشره او المواد الفعاله اللي بتبقى داخله دايركت عشان تشتغل على الدهون وعلى الحبوب. يعني هو في نوعين من انواع التقشير، الجلايكوليك اسيد والستريك اسيد، ودول من اهم انواع المقشرات اللي بتعمل تقشير خفيف للبشره. تعالوا نشوف القوام بتاعه. بصوا هو جل اهو، هو ده قوامه خفيف جدا جدا لطيف جنتل. بصوا طبعا نبقى متوقعين طالما في كل المواد الفعالة دي ان هو هيكون قوي جدا، ان هو هينشف البشرة، لان في مقشرات، في ساليسيليك اسيد، في مواد فعالة حلوة قوي، بس احنا متوقعين ان كل المواد دي هتكون قوية جدا وهتنشف البشرة. لا الصراحة ما حصلش كده. عايزه اقول لكم ايه بقى اللي انا شفته من الغسول ده. الغسول ده يا بنات عليه جدل كبير جدا على السوشيال ميديا، ناس كتيره استخدمته عجبها قوي، وناس كتيره بصوا قالوا لك فيه اوحش غسول هم استخدموه. مبدئيا الغسول ده زي ما قلت لكم مين اللي يستخدمه؟ اللي يستخدمه اصحاب البشره الدهنيه قوي قوي قوي. ليه؟ الغسول بينظف بعمق فعلا، فبيطلع كل الدهون اللي بتبقى جوه البشره ومكتومه. فمبدئيا لما انا جيت استخدم الغسول ده انا كنت عارفه ان اول ما هستخدم الغسول دوت انا هيطلع لي حبوب، فما قلقتش وكملت. هو فعلا لما استخدمته عايزه اقول لكم وشي كله نطر حبوب 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 رهيبه، الدهون كلها كانت بتطلع. بعد فتره عايزه اقول لكم وشي بقى صافي كلير خالص خالص. انا عشان كنت عارفه وكان عندي خلفيه بصراحه ما قلقتش وكملت. رائع، ما نشفليش بشرتي بس هو نضفها لي بعمق. انت بعد ما بتغسلي بشرتك بيه تحسي ان بشرتك
اتنفست، انتعشت. انا الغسول عجبني جدا جدا جدا. رأيي ان هو هيبقى حلو اكتر في الصيف، لان زي ما قلت لكم هو عايز اصحاب البشره الدهنيه قوي اللي هي بتبقى سمنه بلدي. عارفين السمنه البلدي السايحه اللي بتبقى على الوش؟ فهيبقى حلوه قوي قوي قوي. عارفين فكرني بالافكت برضو بتاع ايه؟ بتاع الغسول بتاع ميليندا، وانا عامله لكم عنه ريفيو. غسول ميليندا بصوا سفلت لي الحبوب سفلتها، وده بيسفلت الحبوب حرفيا. بس زي ما قلت لكم لمين؟ للناس اصحاب البشره الدهنيه السوبر سوبر دهنيه. لكن ما تجيش بشره ما يكونش فيها دهون وتستخدميه، مش هيبقى مناسب ليكي، فبالتالي مش هيبقى حلو معاكي. لكن هو نضف لي بعمق، ما نشفليش البشره، البشره كانت نضره، البشره كانت بتتنفس. في نعومه رهيبه بتحصل في البشره بعد ما بستخدم الغسول ده. من احلى الغسولات اللي انا استخدمتها وحبيتها، وبقت من ضمن المفضلات بصراحه اللي عندي. هاتوه على ضمانتي. فده كان الغسول. طيب تاني حاجه، كلنا عارفين ان اصحاب البشره الدهنيه زي ما قلت لكم سمنه بلدي سايحه على الوش. بس مش معنى كده ان هتقولي لي طب يبقى البشره الدهنيه مش محتاجه ترطيب. بالعكس، البشره الدهنيه محتاجه ترطيب، بس مش اي نوع مرطب، هي محتاجه انواع ترطيب معينه. ترطيب بيكون القوام بتاعها مائي، تكون جل، حاجه تكون خفيفه بس مناسبه للبشره الدهنيه. فكان من ضمن الحاجات دي الاكتي كرير بتاعهم الهايدرا مط كريم جل. بيديكي فينش مط فظيع. بصوا اولا، بصوا هو حجمه قد ايه؟ هو حجمه 50 ملي. بصوا عايزه اوريكم بس القوام بتاعه. طبعا المجموعه كلها ايه بتحتضر لان احنا راجعين خلاص بنفنش فيها اهو. بصوا بصوا الحلاوه اهي. هو خلاص البشره كده امتصته، بس ما بيديكيش اللمعه دي. اللمعه دي مؤقته، وبعد كده بتنطفي والبشره بتقلب مط حلوه قوي. في ناس كتير ما بتحبش ان بشرتها يكون فيها اللمعه دي، عايزه البشره تكون مط خالص. انا بصراحه ما بيفرقش معايا، يعني انا بحب اللمعه عادي. يعني اللمعه دي كانت بتبقى عندي في ايه؟ الكريم بتاع ماليندا بيديكي لمعه وتشايني حلو قوي، انا بحبها. بس في ناس ما بتحبهاش، فبالنسبه لهم هيكون اهي. بصوا خلاص البشره امتصت، قلبت مط في ثانيه، خلصت خلاص. البشره قلبت ايه؟ البشره قلبت مط. يا رب يكون بس ايه واضح لكم ان البشره قلبت مط خلاص. تحفه. بصوا هو كام ثانيه والبشره امتصته. الفينش مط، بيديك الترطيب المناسب، بتحس ان بشرتك مترطبه، خدت الترطيب الكافي بدون طلوع اي حبوب، بدون اي التهاب، بدون اي حساسيه، ما فيهوش عطور تحسسك. بصوا فظيع. حاجه عارفين انتوا السهل الممتنع البسيط؟ هو ده السهل الممتنع صدقوني. كريم عارف اللي ليه وعارف اللي عليه، عارف ايه هو اللي البشره الدهنيه عايزاه. البشره الدهنيه عايزه ترطيب، عايزه فينش مط بس. لا بيطلع حبوب، كريم مسالم، كريم في حاله. هو الكريم ده حلو قوي قوي، ودكاتره الجلديه زي ما قلت لكم بيكتبوا المجموعه دي كلها. فلو انت عايزه الكريم ما بتحبيش فيه الشايني وعايزه الفينش المط، هيكون الكريم ده معاكي رائع 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 يا بنات. طيب ايه تاني؟ في الكريم ده. ايه بقى الكريم ده؟ الكريم ده اكتي كلير. ده كريم للاكني. يعني اولا هو حجمه 50 ملي. طيب على فكره ده هو نفس الحجم ده، بس هو اختلف باكج. ده برضو حجمه 50 ملي، وده برضو حجمه 50 ملي. الكريم ده اكتي كلير دوت اكني كريم. يعني بصوا مكتوب عليه ايه؟ كريم جل خفيف بيعمل على تقليل الظهور بتاعة الرؤوس السوداء لما يحتويه من مواد فعالة تعمل على تنقية البشرة، وبتقلل من اللمعان دون ترك علامات بيضاء عليها. ممكن تستخدميه من مرة لمرتين. طيب ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده؟ وليه اجيب ده؟ او امتى اجيب ده وامتى اجيب ده؟ مبدئيا ده الكريم ده بتاع الترطيب اليومي اللي انت بتستخدميه كل يوم في الروتين العادي بتاعك اللي هو غسول مرطب. اما ده زي ما قلت لكم ده كريم اكني. بصوا شكله نحط هنا عشان نشوف. بصوا ده القوام بتاعه، وده الاوتومايزر. انا بصراحه عاجبني قوي الديزاين ده، حلو. بصوا خفيف جدا، البشره برضو بتمتصه بمنتهى السهوله. طيب يبقى الفرق ان زي ما قلت لكم ده استخدام يومي. اما ده لما يظهر عندك حبايه
عارفين الحبوب الرخمه، عارفين حبايه المناسبات، الحبايه اللي بتبقى مليانه وملتهبه وحالتها صعبه زي ما بيقولوا، هو ده الكريم. الكريم دوت مخصص ان انت لما يطلع لك الحبايه بتاعه المناسبات، اول ما يطلع تبداي تحطي عليها الكريم دوت. فدوت في تركيز داخل كده مركز على الحبايه علشان يبدا يمتص منها كل المواد والبكتيريا والدهون اللي بتبقى موجوده فيها. فهو بيبقى زي كريم مخصص للحبوب، بيبقى الحبوب البيضاء والحبوب السوداء، يعني داخل مخصص للحبوب. طيب النتيجه اللي انا شفتها منه، النتيجه حلوه بس ضعيف، بمعنى هو بيحتاج وقت. بصراحه استخدمته اكتر على الحبوب اللي بتبقى في الظهر والحبوب اللي بتبقى في الصدر. كان حلو جدا 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 فوق ما انتم ممكن تتخيلوا، بس احتاج وقت، بياخد وقت طويل علشان تلاقي منه. فحسيت ان مفعوله اقل. ليه انا قلت كده؟ لان انا واحده كنت مجربه قبله الكريم ده، كنت مجربه قبله الكريم بتاع ابي بتاع الجلايكوليك اسيد. الكريم ده رهيب. رهيب في ايه بقى؟ الاتنين على فكره ادوني في الاخر نفس النتيجه، بس ده لو انا باخد في دوت النتيجه في 10 ايام، انا خدت النتيجه من ده في يومين. فبالنسبه لي ده كان اسرع، ده كان رهيب بصراحه، يعني السرعه فيه رهيبه. فحبيت ده اكتر من ده. يعني انا ده هخلصه في نتيجه، في نتيجه زي ما قلت لكم النتيجه واحده، بس الفرق في عدد الايام او في السرعه، السرعه في الوصول للنتيجه. فالناس اللي خلقها ضيق زيي ده انا ما اقدرش استغنى عنه. الناس بقى اللي مش فارق معاها عادي تقدري تستخدمي دوت وهتوصلي لنفس النتيجه. بس انا ده مش هكرره تاني، لان خلاص انا بالنسبه لي عندي واحد تاني بيغنيني عنه. لكن لو ده ما كانش موجود كنت هكمل ايه؟ كنت هكمل على ده. فبرضه حلو. وقلت لكم المميزات والعيوب. نيجي بقى للستار بتاع المجموعه، نيجي للنجم بتاع المجموعه، البرنس بتاع المجموعه. والله البرنس بتاع المجموعه السيرم ده. السيرم دوت ده عباره عن كوريكتنج سيرم. كوريكتنج سيرم ده عباره عن حجمه 30 مللي. السيرم ده بقى فيه ايه؟ فيه نيسيناميد، فيه ريتينول، فيه جلايكوليك اسيد، فيه ساتريك اسيد. ايه ده؟ ايه المواد الحلوه القمر دي؟ مكتوب عليه بقى هو سيرم بيعمل بكفاءه على بشره البالغين لحب الشباب. بتستخدمي من نقطتين لثلاثه وبتوزعيهم على الوش كله، او بتتجنبي ايه المحيط بتاع العين. بصوا المكونات: نايسيناميد، في بنسينول. ليه في بنسينول؟ علشان يرطب. ما انت معاكي مواد فعاله، مواد مقشره، فممكن لا قدر الله تعمل تهيج او تسبب حساسيه في البشره. فلازم وانت بتدخلي المواد القويه دي تدخلي معاها مواد ملطفه. فزي ما قلت لكم في بنسينول، في جليسرين عشان يلطف معاكي، في الصوديوم هايلورونيت عشان يديكي تحسي برضو بترطيب حلو قوي، في الالنتينول برضو من المواد المرطبه، في اهو الكوجيك اسيد اللي انا بقول لكم عليه، في السلسليك اسيد. يعني بصوا بقى اقول لكم ايه تاني، اقول لكم ايه تاني والله، يعني ايه الحلاوه دي. وفي الريتينول. يعني شفتوا مواد فعاله مقشره مجتمعه في سيرم زي القمر ده؟ رهيب رهيب رهيب. الحجم بتاعه زي ما قلت لكم 30 مللي. تعالوا نشوف. بصوا انا مخلصه منه قد ايه. بصي هي المجموعه كلها خلاص، هي بتحتضر، انا بس سايبه اخر شويه عشان اوريها لكم. بصوا هو بيجي بقطاره. بصوا هو بيجي بقطاره، بتبداي عايزه اطلعه لكم. بصوا ده القوام بتاع السيرم اهو. بتبداي تحطيه، بيستخدم بالليل فقط، بالليل فقط. تاني بالليل فقط، عشان فيه ريتينول وفيه مواد مقشره، ما ينفعش ان احنا نستخدمه الصبح وننزل هيجيب نتائج عكسيه. تستخدميه بقى بالليل بعد بقى ايه غسلتي وشك بالغسول الحلو القمر بتاعك. بتبداي تحطي السيرم بتاعك زي ما قلت لك من نقطتين لثلاثه، ما تكتريش، هو مش بكتره. بتبداي توزعيه على وشك كله ما عدا منطقه العين في ثانيه. بصوا في ثانيه، هو اصلا امتص خلاص، سريع الامتصاص، خفيف، ما بيسيبش اي ملمس ستيكي، ما بيلزقش. بعد ما بتخلصيه تحطي الكريم المرطب بتاعك. حلو جدا. بيعمل ايه بقى؟ عشان بقول فيه اشعار كده يعني رهيب. نايسيناميد اللي فيه هيعمل ايه؟ هيعمل على المسام الواسعه بتاعتك، هيضيقها، يعني
هيحسن من الشكل بتاعها. واهم حاجه اهم حاجه للنايسيناميد للبشره الدهنيه ان هو بيتحكم في افراز الدهون، وحرفيا هو ده بيعمل كده، بيتحكم في افراز الدهون بطريقه حلوه جدا جدا. وبالرغم من كده ان هو ما بينشفش البشره، بيحسن من شكل المسام حلو قوي. طيب في كمان ايه؟ في الجلايكوليك اسيد، في الستريك اسيد، في السالسيليك اسيد. وما ادراكم ما السالسيليك اسيد؟ طبعا احنا عارفين ان السالسيليك اسيد علشان يشتغل على الحبوب ويطهرها، والجلايكوليك اسيد والستريك اسيد بيعملوا على مقشرات لطيفة وخفيفة للبشرة. فبالتالي كل آثار البقع اللي عندك الحمراء اللي بتحصل نتيجة ما بعد الحبوب، كل البقع بيبدأ يعملها لك، ان هو يبدأ يفتحها لك، بيبدأ يضيع لك كمان آثار الحبوب. في إيه كمان؟ في ريتينول. فالريتينول هيعمل معاكي على محاربة التجاعيد، محاربة العلامات الخفيفة والخطوط الرفيعة. انت عايزة ايه اكتر من كده؟ هو سيرم، بس هو اكتر من سيرم بصراحة. وفي كمان مواد ملطفة ومرطبة، فيعني مش قادره اقول لكم هو حلو ازاي. في كل انواع المقشرات، في انواع المرطبات. فبصوا سيرم والله والله ما هتحتاجي حاجه تاني من بعد. بصوا ده خلاص دخل الروتين بتاعي، هيخلص وهجيبه تاني كل يوم بالليل لازم استخدمه. حلو قوي، فرق معايا جدا 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 يا بنات. في الحبوب زي ما قلت لكم لما كنا بنبدا نستخدم المجموعه كان الغسول بيطلع لنا الحبوب، فبناء عليه ده كان بقى بيعالج الحبوب واثارها. فبصوا يعني اللي كان ده بيطلعه ده كان بيعالجه. فالمجموعه بالنسبه لي كانت حلوه جدا جدا واكتشاف. بصوا انا حاسه ان المجموعه او الفيديو بمعنى اصح الفيديو طول، فكده هنضطر نعمل جزء تاني لبقية المنتجات اللي انا جربتها من الديرما اكتف. فمبدئيا خلينا نتكلم بس، ونخلي الفيديو ده هنخليه على ايه؟ هنخليه على المجموعة بتاعة البشرة الدهنية عشان يبقى واضح ومحدد ورايح هدفه، هو عارف رايح هيتكلم على ايه. هيتكلم على البشرة الدهنية. يبقى الغسول اديله 10/10 او 100/10. حلو قوي، مش هينشف البشره، بس زي ما قلت لكم في الاول هيطلع حبوب. ليه؟ عشان الدهون اللي محبوسه تحت الجلد هو بيبدا يطلع وبينظف من العمق. فما تقلقيش، خلي عارفه، خليكي وانت داخله تجربي المجموعه دي او تشتغل يعني تعملي الغسول ده، ان انت هيطلع لك كل الدهون اللي كانت تحت البشره. ده حرفيا كل الدهون فعلا هتطلع معاكي وانت هتلاحظي ده. طيب ايه تاني؟ الكريم ده حلو قوي في الترطيب لو انت بتحبي الفينش المط، لان في ناس ما بتحبش الفينش المط، بس ده للفينش المط. كريم هيرطب لك، هيديك الترطيب اللي انت عايزاه، مش هيطلع لك اي حبوب، مش هيسبب لك اي حساسيه. الكريم دوت زي ما قلت لكم ده كريم اكني. مين اللي يقدر يستخدمه؟ الناس اللي عندها حبوب بتطلع، دوت كريم مخصص للحبايه. فحلو حلو، بس نتيجته بالنسبه لي عشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها بياخد بس وقت. مشكلتي بس معاه كانت الوقت، بس مش هكرره تاني زي ما قلت لكم. ليه؟ لان انا عندي البديل بتاعه. ده العشق بقى من جوه، والله العظيم ده فعلا العشق من جوه، مش هقدر استغنى عنه تاني. وخلاص هو دخل الروتين بتاعي، وهنصح بيه كل اصحاب البشره الدهنيه. ده ما يطلعش من الروتين بتاعك. عايزه بشره صافيه، عايزه بشره ما فيهاش دهون، بشره يعني شكل المسام فيها احسن، الطف، جنتل كده. هو السيرم ده لازم تحطيه جوه الروتين بتاعك. انا كده وصلت لاخر الفيديو، اديتكم الخلاصه زي ما بيقولوا عن المجموعه بتاع ديرما اكتف اكتيكلين للبشره الدهنيه، من احلى المجموعات. حلال حلال حلال، فيها كل جنيه. انا مش فاكره الاسعار دلوقتي، لكن الاسعار انا قايلها لكم في فيديو المشتريات، ارجعوا له. كنت قايله لكم كل منتج والسعر بتاعه كده. فيعني لو حابين تعرفوا الاسعار ارجعوا برضو للفيديو. وانا لغايه هنا وصلت لاخر الفيديو، واستنوني بقى في الجزء الثاني استكمالا للمجموعات بتاعه ديرما اكتف. ولو وصلتوا معايا لاخر الفيديو ما تبخليش طبعا عليا باللايك، وان انت تشيري الفيديو وتوصلي لاكبر عدد من البنات. واللي مش مشترك يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. بحبكم جدا واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير. مع الف سلامه، باي باي.